وسرقة جديدة في وزارة المالية تقدر بالتريليونات. والسوداني يكلف القاضي حيدر حنون برئاسة هيئة النزاهة. ونواب يعلنون رفض استلام رواتبهم غير الشرعية. وكشف عضو مجلس النواب العراقي جاسم الموسوي عن سرقة جديدة في وزارة المالية، موجها أن تكون أموال سرقة القرن بالنسبة لها شيئا قليلا. وقال الموسوي في حديث له إن هناك سرقة جديدة في وزارة المالية، وتعتبر سرقة أموال الضرائب والسرقات الأخرى في حكومة الكاظمي بالنسبة لها شيئا قليلا. وأضاف أن حجم السرقات لا يحدد باعتبار كبير جدا، ولا سيما الذي حدث خلال الفترة الأخيرة، والتي لم يشهد تاريخ الحكومات العراقية ما بعد 2003 مثل هذا السرقات، موجها أن تكون قيمة السرقة تصل لمبلغ 4 تريليونات دينار، بالإضافة إلى أن المبالغ الأخرى التي سيكشف عنها أكبر من ذلك. وأوضح عضو النواب في المرحلة المقبلة سيتبين الكثير من ملفات الفساد، مبينا أن سيكون هناك تحقيقا يكشف عن سرقات الأموال في وزارة المالية ومعرفة الجهات المتنفذة والضالعة فيها. وبين الموسوي أن استقالة وزير المالية السابق جاء نتيجة الضغوط والممارسات التي أثرت عليه من قبل بعض الجهات السياسية أو المتنفذين على شخصية الوزير أو الوزراء العامين لإخفاء هذه السرقات. ولم تضم سوى عدة أيام على انتهاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، حتى أخذ صفقات الفساد تنكشف واحدة بعد الأخرى وبشكل تنافسي من حيث الطريقة والأرقام الخيالية. ويستمر مسلسل الكشف عن تلك الصفقات الفساد التي تمت في ظل حكومة تصريف الأعمال ضمن المرحلة، وما خفي كان أعظم. وأنهى رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني تكليف القاضي علاء الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة الاتحادية، فيما كلف القاضي حيدر حنون بمهام رئاسة هيئة النزاهة في الوكالة. وذكر بيان للمكتب السوداني أنه أنهى تكليف القاضي علاء جواد الساعدي من رئاسة هيئة النزاهة بناء على طلبه، مثمنا جهوده في المرحلة السابقة، وكلف سيادته بدلا عنه القاضي حيدر حنون للقيام بمهام رئاسة هيئة بالوكالة. وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان توجه الحكومة واستمرارها بجهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، ومطالبين في قضايا النزاهة حيث يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهج الوزاري. وأعلن نواب حراك الجيل الجديد في برلمان إقليم كردستان رفضهم استلام الرواتب والتقاعد، معلنين السبب بأنها أموال غير شرعية بعد تمديد عمل المجلس خلافا للقانون. وأصدر مجموعة من النواب بيانا قالوا فيه: نحن نواب الجيل الجديد، ومنذ اللحظة تمديد عمل برلمان الإقليم بطريقة غير شرعية، رفضنا التواجد في برلمان غير شرعي، ورفضنا تسلم الرواتب لأنها غير جائزة إذ لم تتواجد في البرلمان، ولذلك أغلقنا حسابنا المصرفي ولن نأخذ فلسا واحدا. وأضاف البيان: وفاء للعهد الذي قطعناه لجمهورنا قبل الدخول إلى البرلمان بأننا لن نستلم راتب التقاعد أيضا، ووفينا بعهدنا لكم فلن نخذلكم وسنبقى مع شعبنا دائما. وإلى هنا ينتهي خبرنا إلى هذا اليوم. أشكر كل شخص تابعني إلى هذه اللحظة. دمتم في أمان الله وحفظه.